دولة مسلمة، ولا أحب كلمة إسلامية لأن أصبح عندها معنى سلبي. صحيح. بيجوراتيف بالفرنسوية. هذا ولو هي مش هذا المعنى الأصلي نتاعها، أصبحت الآن عندها المعنى هذا. ما نحبوش، نحبوا مسلمة تحترم الجميع كما كان يقول الأخ حاتم، بما فيهم المسيحيين واليهود والذي لا يؤمن بأشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، ما يملش أنه فما إله. هذاك مواطن تونسي نحترموه، عنده الحق باش يعيش معنا ونحميوه وندافعوا له على حريته. أما لا مجال للتفريق بين الدولة والدين. والقانون أحزاب اللي نحن دخلنا عن طريقه على أساسه أخذنا التأشيرة ينص على هذا كذلك، أن الحزب لابد عليه أن يحترم الهوية العربية الإسلامية للدولة. واضح. سي فخر الغضبان بن سالم، حزب الكرامة من أجل العدالة والتنمية. حزبنا نقولوا معناها كيف نحكوا على تونس، هي الرابط، هي دولة قطرية، دولة قطرية يعني الرابط فيها هو المواطنة وليس الدين. تبقى الخلفية العقائدية هي دائما مؤثرة، باعتباره أن تونس معناها كنا نعملوا إحصائية قداش فما مسلمين في تونس، أكثر من 90%، أكثر من 90% حسب الإحصائيات. حسب الإحصائيات معناها. نحن يعني نروم تأسيس دولة قلت الرابط فيها هو الوطن، بطبيعة الحال على عندها الخلفية متاعها، التراث متاعها، الهوية متاعتها العربية الإسلامية. سي فخر، كيف نسمعك تستعمل بعض المصطلحات، نسألك سؤال يعني بكل تلقائية، حس أنه فما كأنه خلفية قومية في الحديث اللي تقول فيه، هل هذا صحيح أم لا؟ كلمة قطري سألت مثال، هو السؤال صحيح. احنا تونس البعد العربي موجود معناها، البعد الديني الاسلامي مش نقصد ان نحكي على تونس، نحكي على الحزب نتاعكم، حزب الكرامة من أجل العدالة والتنمية. الخلفية نتاعو اللي هي خلفية قومية أو لا؟ لا. جاوبني على سؤالك. معناها يعني قلت لك الرابط، قلت القطر معناها الرابط فيه هو المواطنه. لا انا سألتك مش بس ما دونك الرابط هو استعمال الكلمه المواطنه مواطنه خير، خاطر كي نقولوا قطريه يقابلها القوميه العربيه. الرابط فيه هو المواطنه يعني. نعم. القطريه مفهوم الحدود الجغرافيه نتاع. وفي مساله الدين والدوله قلت لك يعني الرابط فيها هو المواطنه، لكن وليس الدين. تبقى الخلفيه العقائديه دائما مؤثره بطبيعه الحال كما قلت لك، على باعتبار الواقع التونسي، يعني باعتبار انها دوله عندها هويتها العربيه الاسلاميه بطبيعه الحال. عندنا نسبه معناها كبيره برشا من المسلمين، وفي نفس الوقت احنا معناها ندعم الحريه العقائديه للاشخاص. نعم. تفضل سي قبيل. يعطيك الصحة. بالنسبة للحركة الوطنية للعدالة والتنمية، نحب نأكد أنه سنعمل جاهدين إن شاء الله على الحفاظ على الفصل الأول من الدستور التونسي اللي نص على أن الدولة التونسية طبعا هي دولة حرة مستقلة ذات سيادة، دينها الإسلام والعربية لغتها. فسنعمل جاهدين على الحفاظ على هذا الفصل الأول، لأنه موروثنا التاريخي وحضارتنا لا أحد يشكك في انتمائنا. هذا لا يعني أن الحركة الوطنية للعدالة والتنمية يعني ستكون حركة دينية. أؤكد أن الحركة الوطنية للعدالة والتنمية هي حركة سياسية، هي تعمل في الحقل السياسي، وهي لا تتدخل في الشأن الخاص في اعتقادات والانتماءات وإيديولوجيات الأشخاص يعني في حياتهم الخاصة. هذا يعني أننا لن نتدخل في الحياة الخاصة للمواطن التونسي، وله الحرية في أن يعتقد فيما يشاء. قانون الأحزاب يشترط أن الحركة السياسية أو الحزب السياسي التونسي يجب أن يدافع على هذا المبدأ، وهو الفصل الأول يعني للدستور التونسي، ونحن نعمل جاهدين على حفاظ في هذا الأمر. في نفس السياق سندافع على الحرية الخاصة للمواطن التونسي، ونعتبر أنه لا خطوط حمراء للحرية الخاصة للمواطن التونسي، أن يكون مسلما، أن يكون يهوديا، أن يكون مسيحيا. والوخيان عرجوا أنه 90% يعني من الشعب التونسي يعني مسلم. ففي الإطار العام نحن سندافع على القانون، والقانون طبعا نعرف أنه سيحافظ بطبعه
على الحرية العامة. فمن شاء أن يتصرف في منزله على أساس أنه يهودي أو مسيحي، أن يشرب خمرا في بيته في إطار لا يمس الحياة العامة ولا يضر الحياة العامة ولا يخدش الحياة العام. وهنا ما نحبش ندخل في متاهات ما معنى الحياة العام، وهنا لا أقصد مرجعيات دينية للحياة العام. يعني لو نسافروا في مرجعيات أخلاقية معناها طبعا، يعني مرجعيات أخلاقية عامة طبعا، وهنا نقطة استفهام ما معنى مرجعيات أخلاقية وهنا يعني. نسبية. والمرجعيات الأخلاقية هي التي سيقررها الدستور التونسي والبرلمان التونسي ومشاريع القوانين التي سيطرحها يعني البرلمانيون التونسيون إن شاء الله بعد انتخابات يعني المجلس التأسيسي. في نفس الوقت نحن لا نرفض التشريع الديني الإسلامي كحركة سياسية. عندما يكون أمامنا يعني مهمة تشريع قوانين، فنحن سنعتمد من بين المرجعيات، من بين الاجتهاد الإنساني، من بين التشريعات الإنسانية التشريع الإسلامي، ولا نجد حرجا في ذلك. يعني هذه الموجة اللائكية، وهي يعني من حق كل مواطن تونسي أن ندعي إلى ما يشاء طبعا في حدود نبذ العنف واحتقار الآخر وتقزيم الآخر في تفكيره. وهذا كان بيدا يعني الحزب السابق اللي كان يعتبر المواطن التونسي يعني قطيع من الغنم، يعني ماكش معايا راك ضدي. فنحن نرفض هذا المبدأ وسنعتبر أي أرجالي موضوع الموجة اللائكية نعم. اللي قلت عليها. بالنسبة للموجة اللائكية نحن نعطي حق كل مواطن تونسي، نعتبر أنه كل مواطن تونسي له الحق أن يعبر يعني على التفكير الذي يشاء والمرجعية التي يشاء. فمن ناحيتنا كحركة سياسية نعم، من موقفنا يعني كحركة سياسية سندافع في كل مشروع قانون يطرح على البرلمان التونسي أن يكون التشريع الإسلامي من بين مراجع أخرى معتمد في التشريع. يعني نحن نرفض أن يكون يعني مرجع أو فصل من الفصول يعتمد على الدين الإسلامي. نحن لا نريد رفضا أعمى يعني للتشريع الإسلامي، لأن التشريع الإسلامي يعني تشريع نعتبر أنه تشريع ذكي وهو في تاريخنا وهو في حضارتنا. لو سمحت آخر كلمة، لو نرفض التشريع الإسلامي بأي يعني منطلقات، فأنا نجم نرفض أي تشريع آخر. يعني نعرف أن الماركسية والقومية والليبرالية وغيرها كلها يعني اجتهادات إنسانية أصابت وأخطأت. فبأي حق يعني نتهم التشريع الإسلامي بأنه مرفوض، بالخصوص يعني في ظل تقريبا 50 سنة يعني من التغييب الذكي. مؤكد أنه تغييب يعني ذكاء. نعم. التشريع الإسلامي كان سي حاتم تقول حاجة في هذه النقطة. سي حاتم اليحيوي ديما نذكروا المستمعين اليحيوي الأمين العام لحزب الحرية من أجل العدالة والتنمية، لكن هنا نتصدى لها من النقطة هذه من رجل قانون. نحب نقول حاجة، اللي التشريع الإسلامي ما كانش غائب في القانون التونسي. نرجع لمجلة الأحوال الشخصية اللي هي يعتبروها فهمتي ولا لا ثورة في العالم الإسلامي على التقاليد الإسلامية، لكنها المراجع المادية متاعها ماهيش مراجع مباشرة، لكن المراجع المادية متاعها اللي هي فهمتي نرجع ما حرره الشيخ الجعيط كي نرجع لتاريخها اللائحة فهمتني، هذيك اللائحة المعروفة كلها مستوحاة فهمتني من المذهب المالكي والمذهب الحنفي. ونحن في تونس لا خلاف أن المذهب اللي يحكم هذه البلاد هي المذهب المالكي السني. لذلك في حزبنا نحن ما طرحناش المشكل، اما الراو اللي باعتباره انه كل فهمتي الاشخاص احرار، لكن ما الراوش انه هناك بد من انه يكون مصدر مادي مباشر الشريعه الاسلاميه. بعدها هي معتمده وهي موجوده في ثقافه المجتمع. سكون نرجع هنا لا مورال، يعني هو في فكره واخلاقياته سني، وفي يعني في عرفه هو يعتمد المذهب السني المالكي. هذه القائل تو بريسك يعني 95% اذا كان مش اكثر. احنا تو احنا مش نحل اليوم ماناش نقاش نحن على الدين الاسلامي. نحب المستمع يعرف مواقفكم كاحزاب فين موجودين بالضبط، وهي بدت تتبين هي الحكايه. ولكن تحس شيء اللي سي حاتم انه ثم اختلاف مع الفكر نتاع حزبكم انتم بالذات. نحن على ذاك ليبرالي هو، لكن اذا كان وصلت الحاجة إلى مرتبة العرف اللي يعني تواتر عليه جميع التونسيين، خاطر العرف شنو شرطه؟
العمل به تداولا واصبح يستمد الزاميته. يعني كي تذكروا ولكن اليوم هناك من يدعو الى تغيير، وهذا حق وزاد التغيير الجذري العرف فيه، ولكن ثم شكون يدعو الى التغيير. مثلا نمشيو للمدارس الاخرى، محل من زملائي هون ما يحبوش المدارس القانونيه، اما المدرسه البوزيتيف، ليكول بوزيتيف، يعني تقول انت نعملوا فهمتي رجع القانون يخلق الوضع. مش انا نقول لا 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 لا, يعني هي طرح وهو المجلس التاسيسي هو اللي باش يقرر، باعتباره هو بالعلاقات التمثيليه. ونأكد ونرجع هوني اني نلاحظ انه سوقه هوني في هذا البرنامج، انه نأكد يعني انه يلزم حتى لجنه صيانه الثوره يلزم تكون على اساس تمثيليه عامه لجميع الاحزاب ولجميع المشارب. نعم. ربما ثم مسألة أخرى باش تزيد توضح بالضبط الخلفية الحقيقية لكل هذه الأحزاب، هي المسألة الاقتصادية. ربما كيف نطلعوا على أفكاركم الاقتصادية الكبرى، شنو اللي تراوه كمنوال تنموي، ربما نزيدوا نفهموا أكثر يعني خلفية الأحزاب والحركات اللي موجودة معنا اليوم، في انتظار أنه تجينا بقية التأشيرات اللي تحمل نفس العنوان. أنتم قبيل سي حاتم اعلنت بشكل واضح على انه فكركم هو فكر ليبرالي اقتصاديا ايضا وبالخصوص. نحصره لهم انا في هو احنا معنا راهو من الحزب، معنا من الحزب نتاعكم سي مجدي ما تكلمش بالكل، معناها كان تعطيه الكلمه اللي هو باش، ولا تحب انت تواصل كيما نترى يواصل هو. تفضل. هو نحن حصرناه مش يعني ما تقوليش بعد ما تدينيش الكلمه. ايوه لا لا تفضل. هذاك الدماغ النابض للحزب سي مجدي، ما فرصه باش نسمعوهم يعني. ايوه نحن شنو نمشي حطينا حزبنا واضح بصفه واضحه، يعني في تقديمه في مبادئه انه حزب وسط ذو ايديولوجيا ليبراليه اجتماعيه. فسرناها حتى الليبراليه الاجتماعيه شنو هي من واجب الدوله توفير فرص العمل، هذا الهدف الاصلي. مع توفير فرص العمل الرعايه الصحيه والتعليم والحقوق المدنيه كافه، لي دروا سيفيك. الليبرالية الاجتماعية تدعو إلى احترام الحرية الفردية والتسامح، مع التشديد على أن الحرية تكون إيجابية.